في 2018 منتخب مصر كان رايح روسيا اخيرا يشارك في كاس العالم بعد غياب اكتر من 28 سنه. العالم كله كان مستني محمد صلاح واحنا كنا مستنيين اي حاجه تشرف. يعني البعثه راحت على مدينه جروزني، فندق 5 نجوم، استقبال حافل ومدينه هاديه. اول ماتش قدام اوروجواي كنا رجاله، لعبنا ماتش دفاعي قوي جدا وخسرنا في اخر دقايق. الناس قالت لك لا، الناس دي مش جايه تهزر، الناس دي جايه تلعب كوره. فجاه الماتش التاني كل حاجه بتتغير، الاداء بقى هزيل، الروح مش موجوده، الارهاق باين جدا على لعيبه المنتخب، مفيش فرقه ومفيش روح. تفتكر ده صدفه؟ لا. ايه علاقه ده بالاهلي وكاس العالم للانديه؟ تعال نبدا نحكي القصه من الاول. انا محمد فريد وده معمرجيين. في فجر يوم الأحد الموافق 15/6/2025 وتحديدا في مدينة ميامي الأمريكية، هيلعب النادي الأهلي أول مباراة ليه، وهي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية. المباراة هتكون مع فريق انتر ميامي، فرقة ميسي، على ملعب هارد روك ستاديوم. وانا بحاول احلل الاستاد كده لقيت حاجه غريبه شويه. اول ما تشوف المدرجات او تدخل الاستاد لا قدر الله، يعني تحس ان في حاجه مش زي اللي انت متعود عليه. الملعب ضخم، المدرجات عاليه بس بعيده شويه عن الملعب، تحس كده اكنك بتتفرج جوه قاعه سينما، ما انتش متورط كده جوه. الاجواء دفيئه شويه، مش حماسيه قوي، يعني مفيش تشجيع كده طول الماتش وحركات. حتى صوت الجمهور تحسه كده من الاصوات مش مؤثر. الحقيقه ان ميول الملعب ده مختلفه تماما عن ميول ملاعب كرة القدم. وده ليه؟ لأن الملعب ده مصمم لكرة الرجبي أو كرة القدم الأمريكية. في الكورة أنت دايما بتحس إن أنت فوق دماغ اللعيبة، يعني فوق الكورة. ودرجات الكورة الميول فيها من 30 إلى 35 درجة، عكس مدرجات السينما اللي بتبقى ليها حسبة مختلفة، أو مدرجات الرجبي أو الأمريكان فوتبول. واحد بقى يسألني ويقول لي طب هتفرق في حاجة؟ طبعا. اللاعب عشان يلعب في استاد شكله غريب، عشان يتأقلم على حاجة زي كده بياخد شوية وقت. الاستاد تحسه عميق وواسع، يعني اللاعب على مرمى بصره بيشوف ناس. منظور المشجع في الاستاد ده عكس منظور لعيب الكوره. لعيب الكوره هيحس ان الجمهور كتير قوي والضغط والزخم كبير جدا، انما الحقيقه يعني هي ناس اكنها رايحه قاعده في سينما، قاعه سينما او مسرح. ده بقى بيأثر على ايه؟ على المومنتم او الزخم الجماهيري. وده برضو معناه ان الملعب عرضه اكبر، فبالتالي اللعب في المساحات الواسعه هيكون اقوى واقوى. فتقدر تقول ان المشجع اللي بيقعد في الاستادات المخصصه للرجبي ما بيبقاش متحمس قد حماسه في مدرجات الكوره. وهي دي بقى الحاجه اللي تخليك ما تسافرش امريكا، يعني لان الضغط مش واحد والمدرجات مش واحده. فما تزعلش نفسك، يعني عادي. واحد يسالني ويقول لي طب معلش، هو ايه علاقه ده اصلا ب 2018 والمنتخب والدخله اللي انت قلتها؟ ولا انت بتجر رجلنا؟ ولا اقول له اصبر اصبر. هقول لك اصبر صبر. بعد 4 ايام من مباراه انتر ميامي هيلعب الاهلي على ملعب ميد لايف في مدينه نيوجيرسي. المباراه الثانيه بتاعته هي مباراه بالميراس. المسافه ما بين ولايه نيوجيرسي وولايه ميامي على الخريطه 2100 كيلو متر تقريبا. ده بقى يفكرك بايه؟ اسمح لي حضرتك ان انا افكرك وانا كده عليك. في سنه 2018 المنتخب المصري هيلعب اول مباراه ليه قدام فريق اوروجواي في مدينه يكاتنبرج الروسيه، اللي على بعد 2860 كيلو متر تقريبا من مدينه جروزني، وهي مقر إقامة الفريق والمعسكر بالكامل. تاني مباراة لعبها المنتخب كانت في مدينة سانت بطرسبرغ، اللي بتبعد برضه 2600 كيلو متر عن جروزني. والحقيقة أنا عايز أفهم، هو إحنا ليه رحنا جروزني أصلا؟ 2800 متر و2600 متر بالطيران، اللي هي 3 ساعات طيران، يعني إرهاق. يعني أنت بتركب باص لغاية المطار، تستنى في المطار لأن في إجراءات أمنية، تنزل من المطار على باص تاني ينقلك لملعب المباراة وتروح عشان اللعيبة تلعب. ده شيء مرهق جدا. 3 ساعات في أول مباراة قدام أوروجواي وزيهم وأنت راجع، غير الباص اللي بتركبه، ده غير الاجراءات الامنيه. فغالبا الرحله خدت معاك 8 ساعات. نفس الامر يتكرر في الماتش الثاني، نفس الامر يتكرر في المباراه الثالثه. الارهاق بقى هو سيد الموقف. اللعيبه كانت بتقطع ما يقارب من 8000 كيلو متر تقريبا بين الثلاث ماتشات، وده ما حصلش لاي بعثه منتخب غير منتخب بلدنا. وكل ده عشان ايه؟ عشان فندق فخم او مدينه هاديه، ملاعب عظيمه، كل ده ما كانش متوفر. فندق بعثه المنتخب كان فيه تقريبا بتاع 10 مليون نسمه مصريين. كميه مصريين راحوا الفندق ده مش طبيعيه، وكلهم من نجوم الفن ونجوم الرياضه القدام، تذاكر بتتباع. يعني في صوره من الصور لقيت صلاح على سريره وفي فنان متصور معاه، فبعد اذن الفنان في ماتش. الفريق مش بس بيتعب من المباريات، الفرقه بتتعب من ساعات السفر الطويله، الاقامه الغير جيده، الملاعب البعيده عن الاستاد، الملاعب البعيده عن الفندق. تخيل انك كل 3 ايام عندك باص، طياره، باص، ملعب تدريب، تلعب ماتش. طب ليه كل ده حصل؟ عشان ما كانش في حد يقول لهم الصح من الغلط. انا ما كنتش بعمل يوتيوب ساعتها، يعني مش مهم. يعني اللي بعده نرجع بقى للاهلي. الاهلي هيلعب تاني ماتش في نيوجيرسي. تفهم من القصه اللي فاتت ايه؟ في نيوجيرسي اللي بتبعد 2100 متر من ميامي. 2100 كيلو متر ده بعيد قد ايه؟ بين القاهره واسوان 1000 كيلو متر بس، يعني بين القاهره واسوان رايح جاي. لذلك الاهلي لازم يبقى عنده
عنده مقر الاقامه في مكانين، في ميامي عشان اول مباراه وفي نيو جيرسي عشان المباراه الثانيه والثالثه. لو وجدت ان في سؤال يقول لك ان احنا نوفر الفلوس ونقعد في مدينه واحده ونسافر بس لاداء مباراه على الاقل ميامي او بالميراس وبورتو، واحنا معانا بورتو، فالحقيقه طريقه التفكير دي هي طريقه سيئه تماما. انت لازم تفكر مش ان البعثه توفر، لازم تفكر ان البعثه تأدي اداء. انت رايح ممثل للبلد وممثل لافريقيا من ضمن 4 ممثلين علشان تشرف مدينه والبلد والقاره، ما توفرش بقى. يعني الاهلي هيخش له بتاع مليون دولار، يعني يخش له رقم كبير. ده مش وقت التوفير ابدا. اعمل مقرين ومعسكرين تدريب. تخيل لو مقر اقامه الاهلي كان في نيو جيرسي ومضطر ان هو يروح يلعب اول مباراه في ميامي، فده معناه 3 ساعات طيران رايح وزيهم جاي، ادي 6 ساعات. تغيير البيئه وتغيير التوقيت، الارهاق البدني والنفسي اللي قبل كل مباراه، فرص اكبر للاصابه وفرص اقل للاستشفاء. الرهان استحاله يكون على التوفير. حد يجي ويقول لي طيب ايه رايك لو احنا خدنا مدينه في النص بين المدينتين؟ هتاخد مدينه في النص فين يعني؟ انت عارف يعني لو خدنا مدينه في النص اكننا عملنا ايه؟ اكن الاهلي عنده مباراه في جنوب السودان فروحنا عملنا المعسكر الاقامه في اسوان. ايه ده؟ 2100 كيلو متر، النص فيها 1000، يعني بعيد جدا برضو. والحقيقه اختيار معسكرين للتدريب او معسكرين للاقامه ما هواش بس الحاجه الاخيره، انما كمان اختيار الفندق نفسه. الفنادق اللي بتخدم الفرق الرياضيه مش لازم تكون انها 5 نجوم فقط. في فرق كبير بين الفندق اللي بيخدم فرقه رياضيه والفندق اللي بيخدم مستهلك او سائح. الراحه اللي موجوده للسائح انه يكون عنده تلفزيون في اوضته او سرير شكله كويس او شكله كبير او الاوضه بتطل على بول، دي مش لازم تكون عند الفرقه الرياضيه. وخلينا ابسط لك الموضوع. الاختلاف بين الفندق العادي والفندق الرياضي زي العربيه الملاكي والباص، الاثنين بس مشتركين ان هم بيمشوا ويوصلوك مكان. ولو عملنا مقارنه بين الفندق الرياضي، بين متطلبات الفندق الرياضي والفندق العادي، اقدر اقول لك اكتر من حاجه. اولا النوم. الفندق الرياضي بيكون فيه سراير مريحه للعضلات، الفندق العادي بيكون فيه سراير مبهره للعين. ثانيا الاكل. الوجبات في الفندق الرياضي بتكون وجبات رياضيه وبيكون فيه شيف ومسؤولين تغذيه، حتى رغم ان مع النادي بيكون فيه مسؤولين تغذيه لانه لازم يكون فيه شيف مخصص للفرقه الرياضيه، انما في الفندق العادي بيكون بوفيه مفتوح وفيه كل ما لذ وطاب. الفندق الرياضي بيكون مهتم جدا بوجود صاله جيم او حمام سباحه اولمبي، ده غير حمامات ثلج. اما الفندق العادي بيكون مهتم ان يكون فيه بول لكن مش لازم يكون اولمبي، ويكون فيه سبا وتقدر تستجم. الموقع في الريزورت او في الفنادق السياحيه بيكون قريب من البحر، اما الموقع في الفنادق الرياضيه لازم يكون قريب من مراكز تدريب او من الاستادات. وطبعا لازم الفندق العادي يكون قريب من المزارات، اما الفندق الرياضي فلازم يكون معزول تماما عن الزيارات او المزارات. لازم اداره الاهلي تبدا تتحرك ويجيبوا مهندس معماري يقول لهم ازاي تحجزوا الفنادق، ويكون فندق ينفع مدينه رياضيه ويسافر معاهم امريكا. يعني دوروا، يعني شوفوا مهندس معماري هاتوه هيعمل ويصفروه، يكون عنده الباسبور بتاعه ساري، تمول الباسبور ويسافر. يعني دوروا. في حاله بقى ان هم ما دوروش، فاسمح لي اقول لك ان انا عملت تحليل صغير كده وانا قاعد في بيتنا. ممكن الفريق يقعد فين؟ في ميامي او في نيو جيرسي. في ميامي عنده 2 اوبشنز، في ايست ميامي وده قريب من مركز تدريب ميامي اف سي تريننج فاسيلتي، واخد تقييم عالي، فيه هدوء وفيه جيم وفيه مسبح داخلي غير يعني ملوش طله على الخارجي. يعني الفندق الثاني هو حياه سنتريك بريكل، ده قريب جدا من استاد هارد روك اللي هيلعب عليه النادي الاهلي اول مباراه، ومناسب من حيث العزل والنقل، وتقدر الاهلي يتفق مع اي مركز خارجي للتدريب. اما في نيو جيرسي فممكن الاهلي يقعد فيه اول اقتراح شيراتون بارسيباني، في غرف كبيره وهادي، في قاعات اجتماعات، قريب جدا من مراكز التدريب اللي بتخدم فرق امريكيه بالرياضيه بالمناسبه. الفندق الثاني اسمه هيلتون ميدولاندز، ده جنب ملعب ميت لايف اللي هيلعب عليه الاهلي في كاس العالم للمباراه الثانيه والثالثه، معمول اصلا لاستضافه الفعاليات الرياضيه، عنده نظام امن وحمايه كويس جدا. ومن الحاجات الملفته جدا في ميت لايف ستاديوم وهارد روك ستاديوم هي الخدمات اللي بيفتقدها المشجع المصري، الخدمات اللي احنا دايما بنقعد نهاتي ونتكلم وعايزين اكتر واكتر في الملاعب المصريه. في النهايه احب افكرك ان الكوره فنيات واكتر، والفنيات ومستوى اللعيبه هي رقم 1، ولكن كل ما هو حول الكوره وبيخدم عليها لازم يكون متوفر وبقوه عشان خاطر يخدم الفريق. ان شاء الله لو الاهلي كسب وصعد دور ال16 هيبقى في حلقه تانية عن الاستاد اللي هيلعب عليه الاهلي في دور ال16، ربنا يسهل بس ونصعد. الحلقه دي عشان تتصور خدت بحث وتدوير كتير جدا. لو حد شاف الحلقه اعمل لنا لايك، هيفرق معانا قوي. وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه واخواتنا في سوريا واخواتنا في العراق واخواتنا في لبنان واخواتنا في اليمن، ملناش الا بعض في الاخر. كنت معاكم محمد فريد وده معماريين.